السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير فيه مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنقول على حاجة مهمة جدا. في الفيديو ده لو انتي البيض اللي عندك مفيش بيض، هقولك على خلطة كده مكوناتها طبيعية لكنها جميلة جدا. الخلطة دي لو عملتيها هترجع فراخك تبيض تاني، وهترجع فراخك تبيض تاني مش زي ما كانت بيض الأول، لا هيكون في زيادة كبيرة جدا في إنتاج البيض، هيكون في زيادة وفيرة في إنتاج البيض. هتلاقي البيض عندك إنتاجه حلو جدا. طبعا كل الناس اللي بتربي فراخ طبعا عايزة ترفع معدلات انتاج البيض، لكن عايزة ترفع معدلات انتاج البيض بطريقة طبيعية، طريقة آمنة، طريقة تكون مفيدة جدا للطيور. الطريقة دي هي عارفة كده خلطة غذائية هتعمليها، حاجة كده بسيطة هتضيفيها للعلف بتاع الفراخ بتاعك، لكن هتكون نتيجتها حلوة جدا. الخلطة دي مش هتزود معاك البيض بس، لا هتخلي صحة الفراخ كويسة جدا. هي حاجة كده كتحفيز ان هي بتزود انتاج البيض، خاصة في فترات انخفاض الانتاج. يعني لو فترة انتاج البيض عندك قليل، حاولي ان انت تجربي الموضوع ده او تجربي الخلطة دي، هتلاقي نتيجتها كويسة جدا. الخلطة دي هي مكونات طبيعية بتدعم مناعة الفراخ بتاعتك، بتحفزهم على انتاج البيض. الخلطة دي مجموعة عناصر طبيعية كده متوفرة في الناس اللي بيبيعوا اعلاف. الخلطة دي حاجات هتتحط على بعضها، كل حاجة منهم لها فوائد صحية متعددة. اول حاجة في الخلطة بتاعتنا هتكون حبة البركة. طبعا عارفين ان حبة البركة كويسة جدا حتى للإنسان، مش بس للطيور بس. حبة البركة زي ما هي مفيدة للإنسان هي مفيدة برضو للطيور. حبة البركة فايدتها للطيور ان هي بتقوي جهاز المناعة عندهم. حبة البركة بتنشط الدورة الحيوية للطيور بتاعتك. أول مكون من مكونات الخلطة الغذائية اللي هترجع الفراخ بتاعتنا تبيض كمية بيض كويسة. تاني حاجة في الخلطة بتاعتنا الكركم المطحون. الكركم المطحون لو ضفتيه للخلطة دي، الفوائد بتاعته انه بيحسن لون الصفار بتاع البيض، بيمنح الفرخة كده مقاومة أعلى للالتهابات، يعني بيخليها عندها مناعة كده ضد الالتهابات. تالت مكون عندنا هيكون الزنجبيل. الزنجبيل المعروف ان هو بيساهم في رفع حرارة الجسم الداخلية للطيور بتاعتك. الزنجبيل بينشط الدورة الدموية. في مكون برضو عندنا لو عرفت تجيبيه، هو مكون اختياري كده، لو عرفتي تحصلي عليه هتحطيه في الخلطة، لو ما عرفتيش عادي الخلطة برضو مش هتتأثر. المكون الثاني اللي هو المورينجا. المورينجا دي بتكون غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية زي الحديد والكالسيوم. آخر حاجة في الخلطة بتاعتنا كده عبارة عن رشة ملح خفيفة كده. رشة الملح دي بتساعد على توازن العناصر الغذائية داخل جسم الطائر. طيب احنا كده قلنا على مكونات الخلطة او الحاجات اللي احنا هنستعملها في الخلطة. تاني حاجة ازاي بنستخدم الخلطة دي او بنعملها ازاي. بنخلط المكونات دي كلها بنسب متساوية، يعني نسبة السمسم قد الزنجبيل قد الكمون قد الكركم، وزي ما قلنا المورينجا اختياري، لو عرفت تحصل عليها عادي بتعمليها، لو ما عرفتيش خلاص مفيش اي مشكلة. بنخلط المكونات دي كويس جدا، وبنضيف معلقة صغيرة من الخليط اللي احنا عملناه ده للعلف كل يوم او يوم بعد يوم. طبعا بنقدم لهم مية نظيفة، بنوفر بيئة مناسبة كده للطيور بتاعتنا برضو. نتائج مضمونة خلال فترة قصيرة جدا. ناس كتير جربت الخلطة دي لاحظت ان الطيور عندها تحسن ملحوظ في نشاطهم، تلاقي الطيور نشطة كده عندها حيوية. الخلطة دي برضو اللي لاحظوها عليها زيادة معدلات البيض خلال فترة قصيرة جدا.
ده هيخلي ناس كتير عندها ثقة في الوصفة دي، لان هي وصفة طبيعية امنة، نتائجها حلوة جدا في البيض. فحبايبي هنجرب احنا مع التجارب، انت مش هتخسري حاجة، انت مجرد بس ان انت هتجربي الوصفة هتلاقي فيها نتيجة كويسة جدا. انا جربتها على الطيور بتاعتي، لقيت نتيجة كويسة جدا في انتاج البيض. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.